شكرا مهندس احمد، شكرا مهندس شحات. طيب، عندنا المهندس ابو سريع. اتفضل. انا ببص على الناس اللي موجوده معانا ال 50 واحد، ما بيقولوش، ما حدش بيزهق، ما حدش عايز يمشي عشان نقول الناس مشت. ما حدش عايز. كل شويه اقول الناس هتزهق وتمشي، بص، احنا بقالنا طول ساعه ما في ونص. قيمة، يعني مضافة، يعني الناس موجودة يعني. يعني هو ده يدل الناس مبسوطه يعني، ولا ايه يا مهندس زياد؟ أكيد يعني، أكيد طبعا. أكيد، الحمد ماشي. لله. الحمد لله، الحمد عشان لله. كده احنا السلام عليكم. ما بنقدرش نقول لحد لا في حاجة. عليكم السلام، ماشي. مهندس أبو سريع، اتفضل. انا بس على التعليق بتاع المهندس احمد الاخير، هو كده كده يعني في وجود حضرتك وجود المهندس زياد احنا ما بنشبعش منه ابدا يعني. ربنا يخليك يا الله رب. يكرمك. الله شكرا يخليك. شكرا. ودي طبعا انا يمكن حضرت، دخلت متاخر شويه، بس حضرت الحته بتاع الكلوز اوت، وهي دي اللي انا السؤال ليا سؤال وليا يعني طلب، ارجو ما يكونش فيه جدل في حاجه مهندس احمد. بالنسبه للسؤال، في مرحله الكلوز اوت، لو المقاول اللي هي الحته بتاعت المماطله بتاعت الاونر في حته ان هو عشان خاطر موضوع ان هو ما يشيلش اجزاء من الصيانه، تمام. النهارده لو المقاول عنده سناجلكس و وعاوز يتنازل عن ان هو يخلص السناج ليست، المهم انه عاوز يخلص التسليم الابتدائي، ودي حاله خاصه في مشروع الطرق رفع الكفاءه وتنفيذ الكباري. فايه اللي يعني ايه يتنازل؟ يعني ايه يتنازل عنها؟ هو الوقت المقاول في اجزاء كباري سلمها تسليم جزئي، تمام. المالك بي بيرفض، بيماطل بمعنى اصح عشان خاطر يقفل له التسليم الابتدائي. انا وضحت السؤال صح كده ووصل لك ولا لسه؟ لا. ولا انا. طيب، اعيد من تاني. اعيد من تاني. المشروع عباره عن طرق رفع كفاءه وتنفيذ كباري. مم. فالمقاول المقاول في بعض الحاجات زي الكباري سلم تسليم جزئي، تمام. مم. جزء من المشروع سلم الكوبري، في جزء تاني عليه سناج ليست، تمام. والمقاول بيحاول بقدر الامكان ان هو يضغط على المالك عشان خاطر يستلم. المالك بيماطل الحته اللي انت كنت ذكرتها في الشرح بسبب حته الصيانه، ان هو عاوز لو في حاجه هبطت، لو في فاصل يصلحه هو عشان ما يكلفش نفسه عقد الصيانه. طب ايه فهنا السؤال؟ المقاول، مم. هنا بقى المقاول لو عاوز يخلص، ايه الطريقه القانونيه اللي يقدر يخلص بيها يعمل ايه المقاول؟ ويخلص بيها على المالك؟ بالظبط. يعمل ايه؟ انا مش عايز الناس تزهق، بس ايه، يشوف العقد بيقول ايه وينفذ اللي في العقد. ما هو بس بالفعل هو الراجل شاف العقد، هو الراجل حتى من ضمن الكلام ان هو عاوز يعمل تحكيم. يعني هل الخطوه بتاعت لا. التحكيم دي صحيحه ولا لا؟ ما هو انا لو بتتكلم عن طرق ومشروع خاص وكده، فانت لازم ترجع للديسبيوت بروسيجرز في الكونتراكت بتاعك. احنا قلنا تمام. ليها خطوات. فما تمام. ينفعش تروح تحكيم وانت عندك داب، ما ينفعش تروح للداب وانت عندك انجينير. فاهمني؟ تمام. فلازم في بروسيس معينه كده تمشي عليها حسب العقد. وبعدين ما ينفعش تروح تحكيم وعقدك في محاكم في قضاء. فلازم ترجع تمام. للعقد بتاعك وتشوف ايه هو البروسيس او الاكشن اللي بتاخده انت ككونتراكتور في حاله ان في مماطله او في عدم التزام من الطرف الثاني، او بنسميه احنا بلغه العقود بريتش اوف ذا كونتراكت. تمام. اوكي بس كده. طيب، ده بالنسبه للسؤال. في رجاء بس كنت عاوزه من حضرتك، لو الطلب، وارجو ان هو ما يكونش مجهد يعني. انا عن نفسي انا مدير مشروع وحاليا مدير مشروع استشاري. فلو في نموذج تقييم من حضرتك ولا حاجه للساده الحضور او ليا انا خاصه، بحيث ان عباره عن نموذج تقييم الواحد على مدى كفاءه قد ايه في العمر، هي دي كل. انا اه ما فهمتش. طيب انت يعني اه لو لا انا فهمت. انا فهمت. نموذج هو اتفضل. عايز تقييم يقيس، عايز يقيس هو بالنسبه كفاءته المهاره هو في بتاعه العقد ايه؟ كفاءه مم. العقود. اه. هو كمدير مشروع يعني ايه الحد الادنى لازم يكون عارفه؟ يعني في لا، محاضره عندي. بص انا حطيت اللينك بتاع اللينك بتاع اليوتيوب من اليوتيوب. شويه. هتلاقي فيه اجابه كتير جدا عند على الاسئله اللي حضرتك بتدور عليها. تمام.
تمام. ماشي، اشكر شكرا حضرتك. شكرا مهندس ابو سيف. احنا معانا ثلاثة رافعين ايدهم، هستأذنكم هم اخر ثلاثة، بعد كده هنشوف الاسئلة اللي في الشات عشان ما نزعلش حد. تمام. وبعد كده بعد ما نخلص ده وده برضو هيبقى المايك مع المهندس احمد بقى يدينا كلمة اخيرة. مهندس سيد حلمي، اتفضل. اتفضل. وعليكم الخير، ازي حضراتكم؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. يعني مباشر يا دكتور لو سمحت، مباشر يا مهندس احمد، لو في بقى نقطه مش موجوده في العقد، هل برجع للفيدك ولا هل بعمل ادندم ونقعد مع بعض ونتفق عليها؟ انت مين ومين الطرف الثاني؟ يعني انت جهه حكوميه مثلا، ولا انت مقاول ومستشاري، ولا انت مقاول ومالك، ولا مين؟ يعني اي عرف طرف وصف. من الاطراف، يعني لو العقود هتسمح قول لي لو انا هتختلف من طرف للتاني ولا لا. اه يعني انت لو عقدك مع جهه حكوميه مش هتروح للفيدك، الفيدك ملوش علاقه بالموضوع. انت امم بتتكلم مع في طبيعه العقود الاداريه بتختلف تماما عن العقود الخاصه. دي ليها اجراءات ودي ليها اجراءات. بس اللي احنا كل اللي بنشرحه النهارده ده عباره عن امثله في البيست براكتس. لا حددنا النوع ده ولا حددنا النوع ده. الفيديك لما كنا بنقوله اثناء الشرح كنا بنقول فور اكزامبل، جاست اكزامبلز، لانه حاجه منتشره والناس كلها عارفاها، او حاجه زي ما قال كده المهندس زياد، حاجه يعني ايه ستاندرد موجوده والناس كلها بتريفير ليها يعني. فانت الاول ترجع للعقد بتاعك والشروط والاحكام اللي فيه، لو مش موجوده في الشروط والاحكام تشوف باقي المستندات، المخططات، المواصفات الفنيه، الرسومات وهكذا. مش موجوده في الحاجه دي كلها، تبعت استفسار للاستشاري بتاع المشروع اللي عندك، تقول له ان الكلوز ده مش موجود، او الماده دي مش واضحه، او البند ده مش واضح. فانا عايز اتفق معاك على اتفاق جديد عشان نشوف هننفذ البند ده ازاي، او المتطلب ده ازاي. الاتفاق ده بيحصل في شكل نيجوشيشن، بنعمل حاجه اسمها دندن للكونتراكت، ملحق عقد. تمام جدا، انما مفيش اي حاجه بتخليني ارجع لمرجع معين مباشره، مفيش حاجه كده. لا بترجع، ممكن ترجع له كاسترشاد، ده مثلا استرشادي مثلا يعني عشان احنا نقول والله يعني ده احنا عملنا. شفت مثلا انت ايه؟ انت بتلعب كوره مثلا، بتلعب كوره في النادي مثلا، فانت ما فيش حكم من الفيفا بيجي يحكم لك، انت خلاص بتقول والله ده حسب قوانين الفيفا انه لو حد خبطك في رجلك تحت تبقى فاول، بس لو خبطك قدام شويه تبقى بلنت او بلانتي او ضربه جزاء في 18. تلعب اوت، مش عارف تلعبه بايدك، مش لا قوانين ستاندرد على مستوى العالم. بس لو حد بيلعب مثلا ولعب الكره مثلا الاوت ده برجليه، ما حدش هيقول له انت غلطان يعني روح، لا يعني خلاص احنا بنلعب عادي يعني. لكن لما نقول بقى لا دي قوانين كره القدم، الحارس المرمى يتحرك في منطقه ال 18، ما يلعبش بره ال 18، يلعب برجله، وجوه ال 18 بايده. فدي قوانين ستاندرد في العالم كله. بس لو في بقى بيلعبوا كده ولا برشتهم ولا حاجه وراضيين يلعبوا الاوت برجليهم، او الحارس يمسك الكره بره 18 بايديه، عادي، هما الاثنين موافقين ومتفقين يعني. شكرا هندسه على حضرتك. شكرا شكرا. ليك يا هندسة. المهم نتبسط كلنا في اللعبه يعني. طيب في زميل لا داخل هي بس النقطه باسم. دي مم. الفكره دي، انا الحته دي والله انا بجد باكد عليها. هو الاصل في التعاقد يا جماعه هو رضا الطرفين. احنا مم. الاثنين، احنا زي ما قلت لك رايحين نلعب كوره يعني نتبسط. انا يا سيدي المفترض امسك الكوره في 18، وخلاص احنا اتفقنا انا ممكن امسكها بره ال 18، خلاص نلعب ونتبسط واحنا الاثنين متفقين وكاتبين بالكلام ده ورق ومتعاقدين عليه كلنا تمام. الاصل في العقود هو الاتفاق. يعني حتى مم. لما بترجع لتعريف الفيديك مثلا، تعريف العقد في الفيديك مثلا، هو يقول لك الاجريمنت، الاتفاق بين الاطراف، مم. اللي هو زي ما قلنا ايه الاوفر والاكسبتنس. يعني في ناس اصلا ما بتعملش عقود اصلا، ما بتكتبش عقود. تعالى نفذ الفيلا دي، الفيلا دي بكام؟ بمليون ريال، حسب المخططات حسب الرسومات، وهديك كل 6 شهور دفعه، وتخلص اديك الدفعه بتاعتك وتاخدها وتمشي وتروح، ولا حد شاف عقد ولا حد شاف اي حاجه. خلاص الموضوع فيه اتفاق من الاطراف. وهي اصلا الاصل في العقود هو ايه؟ هو الاتفاق. مم. هو نفس نص العقد يقول لك اتفق الطرفين، ده اول سطر. اتفق اول الطرفين كلمتين بالظبط، فلان تمام. بكامل الاهليه والعقليه والشروط وصلاحيتهم للامضاءات بس في الاول اول كلمتين اتفق الطرفين. بالظبط بالظبط. طيب كده ناخد المهندس سامي. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. سيادة الأجلاء، في عندي استفسار. بس أنا، هل كل العقود سواء خاصة أو حكومية تقع تحت مظلة الفيديك كمعيار للتحكيم في حالة آه، غموض في أحد الحقوق للمقاول؟ يعني مثلا، آه، أنا مش موضح عندي العقد، أنا بشتغل مشروع خاص، الطرف الثاني فيه مثلا جهة شبه حكومية، يعني جهة واخدة من الحكومة وعطتني أنا من الباطن، فعملت معايا عقد، فما كتبتش إنه الاستشاري يستلم الأعمال خلال مدة كذا. فالاستشاري أنا بقدم له الريكوستات، بتقعد عنده 5 أيام 10 أيام على ما يطلع في يعني في تسكع منه، يعني بيماطل عشان يمد مدة المشروع، متكاسل في يعني خذلان منه يعني. فأنا لما أقول له والله أنا عندي غرامة في العقد بتقول أنا تأخر اليومين ب2 مليون، تأخر ال4 أيام ب6 مليون، تأخر مش عارف إيه 5 أيام ب10 مليون، 15 يوم ب10% من المشروع، بقيمة المشروع. فأنت مش متجاوب معايا، وأنا بناء على الفيديك بما إنك مهندس استشاري مقيم بطلب ان انت لازم تستلم اعمالك خلال 24 ساعه طالما انت مهندس مقيم. ده موجود في الفيديك وده حقي كمقاول، لان انا عندي الشروط الجزائيه في العقد قويه. فهل ده حق؟ وهل ده اسلوب سليم في الكلام؟ ولا هو بيقول لي انت ما تفهمش حاجه كاستشاري، بيقول لي انت ما تفهمش حاجه، وده مشروع خاص، وده عقد ما فيهوش الكلام ده، وانا صح. مش ملزم بالكلام بتاعك انا ده؟ انا لو مكان الاستشاري وعادك مش في ايدك هقول لك كده. طبعا ممكن م. تختلف الطريقه والاسلوب يعني، بس الاخر اقول لك انت جاي تستشهد لي بحاجه احنا مالناش علاقه بيها. انا ايه دخل الفيديك يعني؟ ما فيش حاجه تربطني تقول ان الفيديك نفذ خلال 7 ايام 8 ايام 24 ساعه. اصلا مالهاش علاقه بالموضوع. احنا عندنا كاتبين فيه شروط واحكام احنا الاثنين متفقين عليها. بنقول مطلوب منك واحد اثنين ثلاثه في خلال مده كذا، وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. تروح تجيب لي دليل او تجيب لي نموذج عقد تاني مختلف تماما تستند اليه. فطبعا يعني غير انا صحيح كده يعني. عقدي الخاص يعتبر مظلة الفيديك، هو مش تحت مظلة الفيديك ولا الفيديك ينفع؟ هو الفيديك يا فندم مش مظله حاجه. الفيديك هو نموذج عقد. الفيديك انا قلت مش لك. مظله اي حاجه. اه. الفيديك هو عباره عن نموذج عقد طوروا ناس على مدار ال 100 سنه اللي فاتوا بخبرتهم بمهندسين استشاريين على مستوى العالم في اكثر من 100 دوله، في اكثر من 40 الف شركه استشاري. عملوا ايه؟ عملوا شروط واحكام حطوا فيها كل المشاكل اللي ممكن تقابل الناس وحطوا لها حلول. وبما انه يعني انتشار عالمي، فالناس بتقول فيدك زي ما قلت لك كده، زي موضوع الفيفا، زي موضوع قوانين كره القدم. ده ستاندر عالمي الناس بترجع له في مواضيع كره القدم. لكن مش بالضروره الناس كلها تلتزم بيه. احنا لعبنا في ملعب 100 متر في 100 متر، مش لازم اروح العب في آه، حجم الملعب مرمى مثلا. الستاندرد بتاعه. الستاندر مثلا مش لازم العب 11 جنب 11، انا ممكن مم. العب 3 جنب 3 عادي يعني. ممكن الحارس ما يلبسش جلافز عادي ويبقى حارس مرمى. ماشي. فما هل يحق تجيش انت لي بقى كمقاول تقول هل يحق لي كمقاول برفع خطاب للمالك باستبعاد الاستشاري في هذه النقطة بالذات، ان هو انا بثبت على مدار شهرين ان هو بيتسكع في استلامات الاعمال؟ ما احنا قلنا اي اختلاف بينك وبين الاستشاري ليه بروسيس في التعامل. مم. بروسيس يعني ايه؟ يعني بتبدا تعمل اسكليشن واحده واحده. اسكليشن دي اللي بيحكمها بيقول تعمل اسكليشن لمين وامتى وازاي هو العقد. فترجع لعقدك، وبعد ما ترجع لعقدك عقدك المفروض يجاوبك على السؤال ده. لو ما فيش روح بقى للمالك قول له انا عايز اطلب اجتماع رسمي. قول له انا عندي مشكله 1 2 3 4، والمشاكل دي بتاثر على تنفيذ المشروع ودين تايم ودين بادجت، وانا بحفظ حقوقي في 1 2 3 4 وطلباتي 1 2 3 4. حاول تجيب لها مصادر تعاقديه وانت بتتكلم معاه عشان يسمع لك ويحترمك وانت بتتكلم. مش تدعم طيب، يحترمك هل شخصيا موقفك. يعني يحق اقصد لي هل يحترم يحق تدعم قدرك. موقفك، للمقاول في تدعم احد موقفك. الاجتماعات، هل يحق لي وانا في احد الاجتماعات اطلب ان انا احط شروط اثناء تنفيذ العمل اضافيه للعقد كملحق؟ شروط. انه الاستشاري كده بيتاخر اكتر من يومين، بالتالي العمل ده حرج، فهيأخر المشروع كله يومين. بالتالي انا من حقي ان انا كمان اطالبه ان هو لو هيأخرني وهو هيكون احد الاسباب ما يتخصمش عليا يومين يعني.
احنا بقى يضاف لي يومين، لو هو يتاخر يومين المهندس يضاف لي سامي يومين. المهندس سامي عشان بس نسيب فرصه لبقيه الزملاء، معلش. مم. انت كده هتخش في ماشي. الديب ديتيلز عشان كده الدنيا هتزحم شويه. انا بس ماشي. انت ماشي. الاصل عقدك. عقدك. عقدك ما فيهوش، روح للمالك اقعد معاه قول له انا مشكلتي 1 2 3 4 عايز احلها. اذا عندك مصادر تدعمك في مشكلتك في العقد، لا ما استند بيها وانت بتتكلم معاه قول له مثلا يعني اذا المقاول، اذا الاستشاري اتاخر عليا في الابروفل مثلا بتاع الشوب درونج والاعتمادات والديزاين 1 2 3 4، انا هطالب بمده اضافيه، مده م- اضافيه حسب الماده كذا. فاهمني؟ موجود يا باشمهندس، وما بيلتفتوش الكلام ده، فهل ده ده يعني ذنب انا قدام والمهندس زياد، التحكيم له؟ ده ذنب انا والمهندس لا زياد ان لا هو لا لا يقعد في لا لا الآخر. لا، هقول لك تصعد للحاله بقى ايه بتاعت الاربتريشن او التحكيم او يعني وات ايفر. انت كده هتبتدي تخش في نزاع طالما حاجه م. بتضرك وهو مش مستمع. اوصل لنزاع ملهاش حل، ايا كان درجه النزاع اللي في عقدك ايه. باشمهندس، اول ما بيلقى مهندس بيوصل ويصعد الامور، بيجوا عاملين لمدير المشروع استبعاد وخلاص، بما انه ده بيدافع عن حقوق تبقى ضعف من شركتك وهي مش قادره تدافع عن حقها. انت تمثل الشركه وليس تمثل نفسك. يبقى شركتك مش قادره تاخد حقها. يبقى خلاص تتحمل بقى. صح كده؟ وانصح احمد. م. صح، انا اكيد صح. هنبدا بقى في الحلول اللي مش تعاقديه، مش عارف اجاوب. اذا اذا دخلنا في السكه الثانيه دي بقى هتلاقيني ما اعرفش اجاوب، هسكت. شكرا مهندس سامي. شكرا يا مهندس سامي. طيب بص، احنا كده يعني انا عندي 3 اسئله من الحاجات كلها، بس في زميل الح ان هو يرفع ايده ومش عارف. المهندس عبد الرحمن عارفه تقدر تفتح المايك دلوقتي؟ انا فاتح لك المايك، ويا ريت السؤال يكون محدد قوي عشان احنا كده قرابه الساعتين يعني، فاحنا استنزفنا وخدنا من وقت المهندس احمد كتير يعني. مهندس عبد السلام الرحمن. عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. أخبارك مهندس زين؟ اتفضل يا باشمهندس. نورتنا يا أبو أحمد. الله يبارك لك. الله يرضى عليك يا والله باشمهندس، أنا بس شكرا كان جدا. عندي استفسار في مرحلة الاختلاف أو مرحلة الملاحاة اللي بين المقاول والمالك. مراحل التقاضي أو مراحل فصل الاختلاف. يعني طبعا مرحلة التحكيم ومرحلة القضاء دي مراحل متأخرة. مرحلة تسوية النزاعات إيه الضابط فيها؟ هل هي بتبقى مذكورة في بعض العقود، ولا هي برضو العقد شركة مخرج تذكر، ولا الموضوع بيجي يعني طرح حل ودي؟ يعني عاوز اعرف يعني آلية التحكيم انا عارفها، آلية القضاء خلاص واحد بيختار سلكة القضاء وما حدش يقدر يمنعه. لكن بتكلم قبل آلية التحكيم اللي هي مرحلة التسوية الودية. هل الموضوع محتاج فعلا يعني قعدة كوفي بريك كده ونقعد نشرب مع بعض، ولا هي الموضوع كده له فعلا، هي ضوابط؟ كده فعلا. بتيجي لا سياسه لا في هي ملوش كده. الاخر. ضوابط؟ ملوش ضوابط لا قضائية؟ ملوش هي ضوابط كده. عفوا ملوش ضوابط في العقد؟ يعني ممكن نتفق بعد حتى نكون ناسيين القصة دي في العقد، نتفق ان احنا نحلها بشكل ودي، نجيب حد يفصل بيننا كده بقعده وديه ما هو ما دون فيش جلسه كافيه في بدون العقد يا جلسه تحكيم. باشمهندس. انا بس عاوز افهمها الكافيه هي مش ليه جلسه مذكور في وديه. العقد، بس هو السياسة هي اللي ممكن تبقى موجودة. يعني يعني هي هي قعدة ممكن الموضوع الكافيه قعدة يتاخد سياسية بشكل شوية. حتى لو مش مذكوره في العقد، حتى لو ملهاش نص في العقد، مهندس أحمد. حتى لو ملهاش نص في العقد يا منزل. بص، وهو في الآخر يعني هقول لك رأيي وبرضه المهندس أحمد يعقب عليه. ما هي ممكن ما يبقى لهاش نص في العقد، بس في الآخر هي ريليتد لإجراء انتوا الاتنين بتعملوه. حاجة كده زي القعدة الودي. انت بتقول انا ليا 20، هو بيقول انا لا انت يا دوب ليك 2. طب نقعد على الكافيه ونتفق على 5. انت ارتضيت وهو ارتضى. رأيي او اعتقد انه الزام طالما اتفق على نقطة خلاف تؤيد بدوكيومنتيشن بورقة عشان ما نرجع لهاش تاني. طالما انت وافقت وهو وافق خلاص، يعني الاتنين اتفقوا. يعني زي ما كده نقول بقى مثلا ابوها راضي وانا راضي، انت مالك يا قاضي. انا في بعض العقود بيكون كنت فيها لسه آلية اقولها له للتسويه والله. الوديه يا مهندس احمد. في بعض العقود نعم. يكون فيها آلية للتسويه الوديه. هي يعني في بعض العقود. التسويه الوديه بتكون كلمتين في العقد، بتقول اذا اختلف الطرفين في الوصول لحل نزاع بشكل ودي، يتم احالته للنكست ستيب اللي هي ممكن تكون المحاكم او التحكيم. بيدوا فرصه كده للطرفين 30 يوم من اول النزاع ما بيحصل. النزاع حصل خلاص، بنيجي نقول والله انا مالك والمهندس انا مقاول المهندس زياد مالك. طب يا مهندس زياد،
من طلب حل الموضوع بشكل ودي معاك، يلا مم. تعالى نقعد، حلينا الموضوع، كان بها والحمد لله. انا زي ما هو لك، انا راضي وانت راضي وتمن لك ومن قاضي زي ما بيقولوا، خلاص انتهينا. طيب بعدها بقى ما اتفقناش، بنروح للنكست ستيب. طبعا ليها بروسيجرز ولا بروسيجرز؟ لا، هو انت مش نكتب في العقد احمد والمهندس زين هيتفقوا على ايه بشكل ودي، هو اصلا اسمها يعني اتفاق ودي اللي هو نتيجته الرضا في النهايه. اذا ما حصلش الاتفاق الودي يروح للتحكيم تروح او يروح هي بقول للقضاء لك، لو احد هي تصاعد الطرفين بقى. هي حكم بتتكتب القضاء. كده، بتقول انه في حاله النزاع، إذا فشل الطرفين في حل النزاع ده بالطرق الودية المتعارف عليها خلال مدة مثلا 30 يوم، ننتقل إلى المحاكم، إلى التحكيم، إلى القضاء، إلى بس وهكذا. جزاكم الله خير، انا كده خلاص بزياد، شكرا جزيلا انك اتحت لي شكرا. الفرصه ان انا افتح. شكرا. شكرا حبيبي، الله يسعدك وينصح. شكرا. أسئلة سريعة جزاك الله كده، خير. أنا اللي هتولى يعني نصها. ببساطة كده، واحد سلم المشروع ابتدائي وتقريبا قرب الميعاد النهائي ولسه ما صرفش المستخلص بتاع الختامي اللي هو المفروض يصرفه بعد التسليم للابتدائي، يعمل إيه؟ ما صرفوش ليه؟ ما ده سؤال، ما صرفوش ليه؟ لازم يقول لنا ما صرفوش ليه. مش كاتب. هو لازم يقول ما صرفوش ليه، هل هو قدمه والملك اتأخر في دفعه أو تأخر في صرفه؟ اه، لازم يقول عشان نعرف هو نجاوب. هو العقد بيقول ان هو لازم يصرف في خلال 60 يوم بحد اقصى، هو الملك ما صرفلوش لغايه دلوقتي، هل يطلب تعويض بسبب تاخير مستخلص الختامي ده؟ نرجع للعقد ونجاوب. إذا العقد بس بيقول إن المالك مطالب بدفع تعويض مالي عن تأخر دفع المستخلصات، يستند العقد ويطالب. طب مش حلو مذكور قوي. فيه، هيبدأ يقاوح بقى ويحاول ياخد حقه أو يصبر ويشتكي ربنا سبحانه وتعالى. هو بالليل كده وبيصلي يقول حسبي الله ونعم الوكيل. بلاش دي بتوجع. اه، زميل بيسأل، المحاضرة مسجلة؟ اه مسجلة، وهتنزل على قناتي على اليوتيوب، واعتقد برضو هتنزل على قناة المهندس احمد. ان شاء الله. آه، طب بيقول إذا كان طرف يعني المقاول الملك مطلوب في الاستلام، حضرتك تقريبا جاوبت على السؤال ده، مش مم. كده يصعد الموضوع؟ اه، تمام. طيب، يعني حد تاني بيسأل المهندس يوزر، يعني هي انا هقول برضو السؤال وممكن المهندس احمد يفيد. هو بيقول ان بعض الشركات اللي بيوقع العقود بيبقى حد مالي مش فني، وبالتالي لما بينزلوا بقى على الارض فنيات بيلاقوا ان المشاكل بتاعت بنود العقود دي بتخبط في الفني. انت فاهمني يا باشمهندس احمد؟ يعني بيبقى في قصور شويه في الحقوق، مش واضحه قوي في العقد، وبالتالي الطرف الضعيف غالبا في التعاقدات ده بيبقى المقاول. وان كان في نقطه يا باشمهندس احمد انا يعني لسه جايه في بالي دلوقتي، معلومتي ان لو في طرف بيصيغ العقد، يعني غالبا بيبقى المالك هو اللي بيصيغ العقد وبيديه لك انت كمالك. انا دلوقتي انت حطيتني النهارده مالك، انا صيغت العقد واديته لك، لو ظهر قصور في بعض بنود العقد بتفسر لصالحك على اعتبار ان انت مش انت اللي صايغ العقد. معلومتي هي صحيحه ماده هي ولا؟ هي هي ماده هي ماده قانونيه، بيقولوا يعني ان الشك في مصلحه المدين ليها اصل قانوني يعني. مم. الشك في مصلحه المدين، بس هو بيكون الدور اكبر عليه ان هو يثبت الضرر، يعني بيقع عليه دور كبير انه يقول ان تفسير البند ده هينتج عنه ضرر عليا بالشكل الفلاني، والضرر ده قد يكون تكلفه او مده، ولازم اوضح الكلام ده كله في طريقه اثبات ان في شك في تفسير البند لصالح طرفي، انا كمقاول او انت كمالك. مم. يعني هي فيها حته ليجل شويه. الاصل في تفسير البنود وفي التعاقد هو ارتضاء الطرفين، اتفاق الاطراف. اي حاجه غير كده كل واحد هيفسرها على مزاجه عشان يهرب من الريسك. لعبه الريسك اللي انا قلتها في البدايه مم. هي الكور بتاع الشروط والاحكام التعاقديه. وصفة عجبني قوي لعبة الريسك دي. طب هي هنختم لعبه فعلا. هنختم بآخر سؤال، وانا حبيت اخليه آخر سؤال فعلا. زميل حضرتك المهندس عماد زميل الدراسة بقى بيسلم عليك وبيقول اه لك متى والله، نلجأ لعقود تعويض التكلفة؟ انا انا رديت ببقى على سعيد عماد. جدا لما بيبقى اللقاءات دي، يعني في ناس كتير انا بتبقى شايفاني من 30 سنة وفجأة بلاقيها معايا وبيقولوا لي يا احنا ما شفناكش من زمن، انا بسعد جدا بيها انا الأمانة يعني. المهندس من 20 سنه.
ومبسوط ان هو يعني دخل معانا وشافني يعني، وانا بعت له حتى رقمي على الشات عشان يتواصل معايا، انا خدت بالي اه. لان فرصه ان احنا نتواصل يعني ان شاء الله تعالى. فانا بشكره طبعا على المبادره دي. وهي احنا عقود تعويض التكلفه دي انا مش فاهم هو يقصد بها ايه بالظبط. يعني يمكن هو قصده على الكوست بلس مثلا. لو الكوست بلس احنا ديت طريقه كده ايه بين الريميجرد واللام سم. المالك بيقول للمقاول اصرف زي ما انت عايز، وهات لي فواتير، وانا هدفع لك على الفواتير اللي انت هتصرفها ديت بروفيت او هامش ربح معين، 10% 15% 20% على حسب ما نتفق عليه. وعشان كده بيسموها الكوست بلس. الكوست بلس انه آه، تكلفه مبلغ اضافي على التكلفه اللي هننفذ بها المقاول المشروع، بدل بقى ما نقعد نحسب كميات وتفاصيل وارقام، واحنا مش ما عندناش الديتيل دي كلها. لا، انا ايه يا عم، المشروع عندك اهو، انزل اصرف صمم ونفذ واللي نتفق، وهات ماتيريال اللي نتفق عليها ونعتمدها مع بعض. وفي النهايه كل شهر اعمل لي، قول لي والله انا نفذت النهارده مثلا اعمال بمليون، ادفع لك انا مليون 115 بلس 15%، او مليون و200 20% زياده عن التكلفه بتاعتك. فال 20% بتاعتك دي بتغطي البروفيت اللي انت بتاخده. ده لو انا فاهم سؤال صح يعني. وهكذا بقى طبعا ليها اكتر من طريقه في انسنتيف في تكلفه يعني، او يعني في بيسموها قيمه ثابته، وفيها بنسبه اه من العقد، وفيها حسب الاتفاق، وفيها احيانا بتتحط ليميت. يعني ان انا بالظبط متفق ماكسيمم معاك ليميت اه الماكسيمم ليميت اه. ليها اكتر من يعني طريقه. ممكن مثلا تقول والله انا العقد مثلا انا اخري مثلا مليون ونص مثلا. فانت بتتكلم ان التكلفه الفعليه هنا بتتراوح ما بين مليون بلس بروفيت بقى، يعني بلس بروفيت. فانت بتتكلم مليون لحد مليون ونص، لكن مليون واكتر من مليون ونص ما اقدرش ادفع لك. فبنلعبوا في اللعبه دي، نقلل مواصفه نزود مواصفه، نتفق على اعتماد حاجه معينه، ماتيريال معينه، نجيب ماتيريال لوكال مش ماتيريال مثلا من بره يعني. بيبقى فيها ديتيلد تكنيكال اكتر من ان هي كوميرشال يعني. مهندس احمد، مش هنقدر نختم اللقاء غير لما نسالك سؤال مهم جدا بساله لكل ضيوفي، دايما بيبقى ليهم تخصص نقول دقيق شويه في عالم اداره المشروعات. حضرتك متخصص عقود، تنصح بايه الزملاء اللي اكثر شبابا من انا وانت يعني، او من انا كتير ومنك انت شويه صغيرين، لو حد عايز يتخصص عقود، اديله كده اول خطوتين او اول 3 خطوات؟ اول حاجه يكون عنده الاستعداد النفسي. يعني انه المجال ده مجال شويه بعيد عن الانجينيرنج شويه. الناس بتظن يعني ان هو بعيد عن الانجينيرنج، فتقدر تقول ممل الى حد ما. يعني لانه الناس بتعتبره جانب قانوني اكتر من الجانب الانجينيرنج. واحنا عشان اتعودنا على هندسه كل حاجه ليها ستيبس معينه، 1 بلس 1 بلس 1 ايكوال 2، مم. اتعودنا على كده. انما في القانون احنا قعدنا نتكلم مثلا، الزملاء كانت بتسال لو العقد ما فيهوش، طب لو النص مش واضح، طب ممكن اسيب دي واروح لدي. طبعا ده كله بيعتمد على تفسير الناس القانونيين للعقود، فبتحصل بقى ايه يعني حوارات. اول حاجه تكون انت مستعد. ثاني حاجه تبقى عندك نفس طويل عشان هتذاكر كتير وهتقرا كتير وهيطلع عينك كتير. الحاجه الثالثه الحاجه الثالثه والمهمه جدا اللي انا يعني بعتبرها مهم لاي مدير مشروع، وبالذات الراجل بتاع العقود، ان يكون الكوميونيكيشن سكيلز عنده عاليه جدا. لان انت هتتعرض لاسئله واستفسارات يعني ممكن تخليك تقعد تشد في شعرك طول اليوم من كتر الاسئله اللي هي مش لوجيك ولا انت ليك علاقه بيها. وبيجيبوك يحطوك كده في الاجتماعات، يقول لك انت بتاع العقود انت لازم تجاوبني. طب انا يعني هجاوبكم على اي اساس يا جماعه؟ ما انا لازم يكون عندي ريفرنس عشان اجاوبكم عليه. زي ما الزميل كان بيسال كده، انا اختلفت انا وانت على عقد معين، والله تقول لي على حسب فيدك يا سيدي. ايه علاقه فيدك بالموضوع؟ مم. ما هو فيدك بيقول. يعني انا كنت في اجتماع كده بنتناقش مع زميل، مش زميل يعني، انا كلاينت ممثل كلاينت، والمقاول بعدين بنتكلم في توقيع العقد. جينا عند توقيع العقد، انا بقول له انت عندك ريميجرد، يقول لي ريميجرد ليه؟ انا عقدي لام. فاقول له اوكي، يعني انت عندك لاب صم، الكميه لو زادت او قلت مش هحاسبك. فيرد عليا يقول لي لا، لو الكميه زادت لازم اخد الكميه الزياده تدفعها لي. يعني انت كنت لسه قايل لام صم. قلت له خلاص هنرجع لعقدك ريميجر. قال لي ماشي ريميجرد، بس خد بالك انا عقدي ما تقدرش تخصم مني ريال واحد. قلت له يعني هنرجع لام صم؟ حتى اخده واجيبه في الميتنج ودخلت عليه الميتنج كلها لان هو مش فاهم. ما هو فاهم يعني انا مش ما كانش قصدي طبعا اقلل منه مثلا لا سمح الله، بس انا قصدي اقول لك يعني ايه، انا بتكلم في وادي وهو بيتكلم في وادي تاني خالص. مم. فانت لو انت بقى مش بالك طويل
مش هتسلك معاه، هتبان انت فاشل ومش قادر تحل المشكله. فاخدناه واحده واحده لحد ما فهمناه إن يعني ايه ريميجرد ويعني ايه لمسم، وده بيتوافق مع مستشفى واحد اتنين تلاته، وطلعنا مرضيين وهو تمام. يعني الفكره يكون نفسك طويل وكوميونيكيشن سكيلز عندك، وطبعا تكون محترم وقارئ ومطلع، وفي نفس الوقت انت ده كله بتستعين بالله عز وجل، لانه ونعم بالله بدون توفيق ونعم بالله. ربنا مش هتعرف تروح ولا تيجي. طبعا احنا في طبعا في الاول وفي اي الاول حاجه. وفي الاخر اذا كان ربنا مش بيدعمنا او بيوفقنا، محدش فينا يعني بيعرف يعمل حاجه باجتهاد شخصي، يعني كلها في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى. واللي عايز يعني يستفيد اكتر ويشوف التفاصيل اكتر، عندي على القناه على اليوتيوب سلسله كامله اسمها لو مهتم بالعقود ابدا ازاي، هتلاقي فيها كل التفاصيل اللي انت طيب عايزها. كويس. طيب باشمهندس احمد، يعني احنا قطلنا عليك، احنا كده ساعتين بالظبط برضه. يعني انت خدت انا عن ساعه نفسي خدت ساعه. انت خدت ساعه في البرزنتيشن، واحنا خدنا ساعه في الاسئله والنقاش. انا سعيد لا ولا جدا يهمك، انا مبسوط. انا بتشريفك كمان لينا. مبسوط. يعني فيوتشر ميكر بترحب بيك، وانا عن شخصي انا برحب بيك جدا، وكنت منتظر هذا اللقاء. صحيح حصل كده شوية تأجيل، بس انت عوضتنا عنه يعني بشكل الحمد لله. الحمد لله كويس جدا. الزملاء برضو وجود نفس العدد تقريبا، محدش يعني ايه هرب مننا في الفترة دي. ده يدل على ان اللقاء كان مثمر وقوي، الحمد والناس لله. فعلا كانت مستمتعة بيه وبتستفيد بيه. عايزين وعد من الحمد لله. حضرتك كده على الهواء، ما يبقاش اللقاء الأخير، بس نرتبه برضو في أريحية. وتشرفنا تاني ان شاء طبعا. الله في فيوتشر ميكر في بساطه وعمق ان شاء الله. في اداره ان شاء الله. المشروعات. كل الشكر للزملاء اللي شرفونا النهارده، وبرضه ممكن يكونوا استحملونا شويه لمده ساعتين، بس انا واثق ان الجميع كان سعيد ومستفيد ومبسوط، واكيد هيبقى معانا في اللقاءات التانيه مع الزملاء التانيه في اللقاءات الجايه باذن الله. بعيد شكري وتقديري ليك يا باشمهندس احمد، وان شاء الله نلتقي بيك في فرص تانيه واكبر كتير. شكرا لحضرتك يا مهندس زياد، انا سعيد ان انا كنت مع حضرتك وسعيد مع الزملاء، وانا فعلا يعني تعبت شويه في اللقاء ده، في الجزء الاخير بالذات. الساعه هنا داخله على 11 وشويه، بس آه، ولا يهمك. انا فعلا يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يتقبل مننا كده، ويكون في يا استفاده رب للناس، والناس يا كمان رب. تكون مرضيه ويعني ان شاء الله ان شاء الله لو جت فرصه نطلع مره تانيه اكون ان شاء تشرفنا الله طبعا، شرفت. تشرفنا طبعا، شرفت تشرفنا طبعا. ان شاء شكرا الله. لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تصبح على خير.